رحتوا متحف إسرائيل مش هتلاقوا هناك آثار إسرائيلية خالص أو آثار تدل عليهم أصلا، هتلاقوا هناك آثار مصرية بالهبل، بس ستايلها مختلف شوية وعايزين نعرف قصتها وإيه حكايتها وإيه قصة موشي ديان معاها. اولا يا جماعه لازم تعرفوا حاجه، ان الاثار المصريه بتعبر عن نفسها، يعني اي حد هيشوف الاثار المصريه هيعرف انها اثار مصريه، لان المصري كان مميز جدا لنفسه قديما. بمعنى لقى الناس حواليه بيربوا شعرهم، انا هشيل شعري. شاف الناس اللي حواليه بيربوا شعرهم، خلاص انا هلبس باروكه. بما ان في ناس مش هتبقى عايزه تبقى قرعه، خلاص انا هعمل باروكات تصميمها خاص بيا. الناس كلها بيلبسوا لبس كتير ومزرقش، انا هلبس ابيض فابيض ومش مزرقش وبسيط جدا. الناس كلها بتربي دقنها، انا هشيل دقني خالص. فبقى مميز، مميز في العقيدة، مميز في اللغة، مميز في كل حاجة خاصة بيه. فلما بنشوف اي اثر في اي مكان، الاثر ده بينتسب لينا ولا ننتسب احنا للاثر التاني. طيب ايه بقى القصة اللي انت بتقوليها دي؟ ايه لازمتها؟ تعالوا اقول لكم. بعد الحرب الايام الستة اللي حصلت، في عالمة آثار هناك اسمها ترودوس. العالمة دي طلبت إنها تعمل حفاير في كذا منطقة في فلسطين، من ضمنها دير البلح، بيسان، زي مثلا زرعين أو زرعين اللي موجودة في مرج أبو عامر، زي مثلا مكان موجود قرب العاصمة الأردنية عمان، منطقة اسمها سحاب. المهم العالمة دي اتفقت مع، هي أساسا شغالة في الجامعة العبرية، اتفقت مع وزارة الدفاع إنهم يعملوا حفاير في المناطق دي كلها. سبحان الله يا أخي، عملوا حفاير وكل ما ينزلوا بالأثر المنظر ده يطلع، كل ما ينزلوا بالأثر أو كل ما ينزلوا بالحفاير المنظر ده يطلع، كل ما ينزلوا بالحفاير المنظر ده يطلع، كل ما ينزلوا بالحفاير المنظر ده يطلع. طب هي ايه المناظر دي؟ دي توابيت، توابيت متأثرة بالديانة المصرية القديمة. طب ازاي يا نرفان؟ تعال اقول لكم. اولا فكرة العقيدة ان الوش مهم جدا علشان نروح تتعرف عليه. هناك ما كانش فيه احجار زي الموجودة في مصر، هناك ما كانش فيه فنانين يرسموا زي ما كان فيه في مصر، بس هم هناك كانوا على الديانة المصرية القديمة. اللي هم مين هناك؟ اللي هم الكنعانيين. الكنعانيين اصلا قديما كانوا على الديانة المصرية القديمة، والله مش بهزر، بعضهم مش كلهم يعني. فكان في تأثر بالحضارة المصرية القديمة. لقوا هناك التوابيت دي، خدوها ووثقوها وودوها في المتحف بتاع اسرائيل. كل الاماكن اللي قلت لكم عليها دي فيها اثار مصريه. ولقوا كمان القشبط اللي قدامكم ده، ولقوا كمان حاجة بتصبح عليهم. مين اللي دايما بيصبح عليهم؟ رمسيس الثاني. والله لقوا هناك خاتم من العقيق والذهب مكتوب عليه رمسيس الثاني ومرسوم عليه الإله آمون رع، وراه الإله من. يعني كل الرسمة اللي قدامكم دي رسمة مصرية للملك رمسيس الثاني كان بيصبح عليهم. وده السبب ان هم بيكرهوه جدا وبيزعلوا منه جدا، لانه بصراحة رمسيس الثاني يعني بص منتشر جدا في الأراضي الفلسطينية. عشان تكونوا عارفين كل ما يلاقوا آثار ما يلاقوش آثار ليهم، يعني لما بيلاقوش اثار لبني اسرائيل، ما بيلاقوش اثار لليهود، ما بيلاقوش اثار خالص ليهم. كل الاثار اللي بيلاقوها اثار مصريه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. كل المتحف اللي هناك اثار مصريه ومرصصينها بالشكل ده، ودي توابيت معروفه متاثره بالحضاره المصريه القديمه ومكتوبه هناك. يعني انتوا لو رحتوا زرتوا المتحف اللي هناك هتلاقوا ان مكتوب اللي انا بقول لكم عليه ده، يعني انا الكلام ده مش من بيتنا. ولقوا كمان الاكسسوارات دي، ولقوا كل حاجه خاصه بالمصريين. ايه بقى موشي ديان في الموضوع ده؟ ايه حكايه موشي ديان في الموضوع ده؟ تعال اقول لكم. انتوا بتتهمونا دايما احنا كعلماء مصريات واي حد بيشتغل في الاثار عندنا والحكومه والشعب والناس كلها ان هم بيسرقوا الاثار وبيبيعوها. احب اقول لكم ان الاستاذ موشي كل الاثار اللي بيلاقيها هناك عليها العين وعليها الطلب بيبيعها. ده الكلام ده ايام الحرب، ولما دخل سينا عمل حفاير كتير جدا، وفي اثار كتيره جدا سرقوها من عندنا، وهناك في اثار كتير جدا بيسرقوها، وبيسرقوا حاجات كتيره جدا وبيطمسوا حاجات كتيره جدا لا تتخيلوا العدد اللي بيطمسوه هناك. من ضمنها ان الاراضي اللي هناك دي اراضي مصريه، كانت تحت السيطره المصريه، كانت تحت الحكم المصري، كانت تحت الديانه المصريه. كل الاثار بتدل على كلامي ده. كل المنطقه، جنوب فلسطين، شمال فلسطين، انتوا كمان الموضوع وصل للاردن، اثار مصريه هناك. فانت هناك في الحرب اللي بتحصل دي، انت ايه اللي بيحصل؟ بيحصل طمس الاثار، سرقه الاثار، زي ما انتم شايفين موشيه بالصور ومتوثقه بيعمل ايه بالاثار. من هنا بقى بتبتدي السرقه من عندنا. من هنا بقى اللي هما بيعملوه بيخلونا نعمل زيه،
ان هما ايه، خد شويه فلوس، ودي اثار ملهاش لازمه، دي اثار مش تبعك، دي اثار مش بتاعتك، وهكذا. فانا حبيت اوضح لكم النقطه دي. في مقالات كتيره جدا بتتكلم حوالين الموضوع ده، في اثار كتير جدا بيلاقوها هناك اللي بيتم طمسها وسرقتها، وفي مافيا خاصه بالموضوع ده بتسيطر على اي مكان فيه اثار مصريه. ايه الغرض منه؟ ان هم يوضحوا لك ان مصر ملهاش مكان، ويجوا بقى عندنا احنا يطمسوا لك اي حاجه. الفنانين مش مصريين، الحروب اللي انتوا خضتوها ما نجحتوش، ما انتصرتوش، فلان وفلان ده بيكرهكم، وفلان وفلان ده ما بيحبكمش. يبتدوا بقى يسرقوا التاريخ القديم ويطمسوه، ويجوا على التاريخ الحديث يغيروا لك انت بقى لسانك، ما تعرفش تتكلم بطريقه حلوه عن نفسك، وتنكر كل نصر ليك، وتنكر. عشان كده دايما تلاقيهم في نصر 6 اكتوبر يطلعوا لك اي حاجه يقول لك لا انت ما انتصرتش، طب ازاي؟ ويرجعوا رمسيس تاني يقول لك لا ما انتصرش، طب ازاي؟ يعني فاهمين انتوا؟ وان مثلا ثوره الضباط الاحرار ملهاش لازمه ووحشه، وان اي حاجه هتعملوها هي وحشه، لان هم لو عليهم نفسهم يشيلونا كده من على الارض شيل، لان هم عايزين يوجدوا نفسهم على ارض الواقع، لكن دايما يلاقوا مصر قصادهم في ايا كان بقى.